عشان اخاف المستمعين يعرفون شنو الرقيه، شنو نقرا عليه. ممتاز. طبعا انا اعطيكم هناك رقيه عامه، ورقيه عامه تشمل المرض العضوي، المرض النفسي، مرض المس والسحر والعين وكله تشمله، وهذه مختصره طبقها على نفسك وعلى اهلك وعلى عيالك، ما له داعي تروح حق اي شيخ. أول شيء الفاتحة. أول شيء الفاتحة. نعم. البقرة أول 5 آيات. نعم. آية الكرسي. نعم. آخر آيتين من البقرة آمن الرسول. نعم. القلاقل الأربع، قل يا أيها الكافرون، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع الزيادة اللي زدناها اللي هي في سورة القلم آخر سورة، وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، في سورة القلم آخر آية. أبو عبد الله ما شاء الله هذه أتصور الكل حافظهم. بس وسهلة. سهل. هذا من القرآن، ما له داعي نقرأ شيء كثير. من السنة أدعية كثيرة، من أهمها اللي راح نطبقها دعاء أذهب الباس رب الناس، وراح أبين الطريقة الآن شلون الطريقة. أذهب الباس رب الناس، هذا الدعاء. أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. تحط لك أعيذك، تقول أعيذك، هذا حقه هو، أو أعيذك، أعيذك على حسب مرة. نعم. بعدها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيني أو يشفيه 7 مرات. جميل. بعدها اللي هو بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله قدرتي من شر ما يتجد، هذه 7 مرات نقولها. إذن هي 5. أعيدها مرة ثانية، اللي هي أول شيء أذهب الباس رب الناس، أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان ومن كل عين لامة. كذلك عندنا اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك أغث واصلح له شأنه كله ولا تكل نفسي طرفة عينها ب3 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله القدر، هذا 5 مرات. ممتاز. هذه تقرأها على ماء أو زيت. لما أقول لك أنا على ماء أو زيت في الرقية أما تكون إلهية وأما تكون طبيعية. شنو المقصود فيها؟ الإلهية يعني اللي وارد فيها من القرآن والسنة الصحيحة، واضح؟ الطبيعية مثل العسل في شفاء، مثل الحبة السوداء فيها نصوص هذه، مثل زيت الزيتون الدهن به فإنه من شجرة مباركة، ماء زمزم، ماء عادي، تجمع بين الاثنين. يعني تقدر عليه بس تقرأ رقية بدون ماء وزيت، وتقدر تعطيه ماء وزيت والحالة، وممكن لا أنت تجمع بين الاثنين، تجيب الزيت الزيتون مثلا وتقرأ عليه، جمعت الداء الإلهي وداء